ازيكم يا احلى اخوات؟ عاملين ايه؟ وحشتوني كتير، يا رب تكونوا بالف خير. النهارده انا نازله بقى عامله لكم فيديو عن لبس المدارس والاسعار والحاجات دي كلها. انا فين النهارده؟ انا هنا في حلوان يا جماعه. نازله لاقيه الدنيا نايمه. طبعا بعتذر كتير على ان انا مش بنزل فيديوهات ومش بتاعنا بنزل جولات ونشوف زي ما انتوا ارخص مكان عارفين وكده، لان كان في عندي العالم حالة هنا او في وفاة. حلوان. احنا حاليا المهم انا حاجات رجعت كتير لكم تاني هنشوفها اهو مع بعض. ومعاكم في حلوان. قلنا نشوف لبس المدارس، لا يا الدنيا نايمه خالص. شايفين عامله زي مع ان حلوان دي عندنا يا جماعه، بصوا يعني بلد جامده. انا مش بشكر لكم فيها بجد والله، فيها حاجات جميله جدا. عندنا سوق توشكا ده، بصوا اكنكم في العتبه بالظبط، يعني اكنكم في الموسكي. سوق توشكا ده حته من العتبه وحته من الموسكي، كل حاجه موجوده هناك هتلاقوها موجوده عندنا في سوق توشكا. هتلاقوا كمان الاسعار زي هناك بالظبط. بس النهارده انا نازله لاقيه الدنيا نايمه زي ما انتم شايفين. مفيش اقبال، مفيش بيع وشراء زي الناس ما بتقول. قليل جدا لما بلقى حد منزل شنط، منزل لبس للمدارس. بسأل يا جماعة طب ليه؟ يعني قالوا مفيش اقبال، يعني مش عارفة. الدنيا نايمة مع الكل، الله المستعان. ربنا يصلح الحال يا رب من عنده، والدنيا تتظبط والناس تبيع وتشتري بإذن الله. المهم انا واخداكم في جوله حلوه قوي. ما تنسوناش بقى في لايك واشتراك وتفعيل الجرس بقى. نشطوا لي القناه يا جماعه، نشطوا لي القناه. المهم تعالوا بقى اتفرجوا معايا على بلدنا الجميله حلوان. شايفين ما شاء الله. انا هنا مش في سوق توشكا، لا انا هنا عادي يعني من عند محطه المترو كده. وبلف شويه كده، بشوف الحاجات، بشوف الاسعار. بشوف ايه جديد نازل. يعني بنشوف عروض من الاخر. الحاجات دي انا ساعات بنزل مخصوص يعني عشان اشوف في عروض نازلة، في حاجات حلوة كده. لان اوقات بتبقى يعني الدنيا نايمة زي ما انتم شايفين كده. المهم انا نازلة قلت ايه، اشوف شنط، اشوف يعني تيشرتات للمدارس لو في حد صغر عليه التيشيرت بتاعه بغير. لانه طبعا انتوا عارفين دلوقتي معظم المدارس، يعني مش معظم، كل المدارس بتعمل اللبس بتاعها. فالناس ما بتحتاجش. الله لو بس هت مثلا تيشيرت باظ اتقطع مش عارفة، ما شاء الله العيل كبر شوية فصغر عليه التيشيرت، الكلام ده كله. فيعني حاجات خفيفة للتيشيرتات، بس كله بيبقى مركز على ايه، على الشنط. في كمان عبايات جميلة جدا. شايفين الأسعار؟ اللهم بارك. يعني أيوة اللهم بارك، يعني أيوة عارفة الحاجات دي كانت أقل، بس انت شايفين دي برضو الأقل. يعني شايفين الستميات والربعميات والسبعميات دي كلها، الخمسميات دي كده يعتبر أقل حاجة في العبايات. انتوا شايفين العبايات بقى أسعارها عاملة ازاي. في دريسات جميلة تبدأ من 300 جنيه، في بيبدأ من 250. يعني في حاجات حلوة. وكل بص كل واحد وإمكانياته. يعني أنا يعني عايزة أمشي نفسي مثلا بعباية على قدي، على قد ظروفي. يعني مش معايا فلوس اروح اجيب لي عباية ب2000 جنيه. والاسعار دي شايفين والله الاسعار 650 ولا 450، دي يعتبر يعني اسعار ميتة وسط العبايات. يعني انا مثلا لو عايزة انزل السوق مثلا، فمحتاجة عباية يعني رايحة بقى السوق عادية، مش عباية بقى اللي هم 3 و4 ألف دي. لا أسيبكم الكلام ده، يعني حاجات بسيطة. وفي ناس والله على قد إمكانياتها بتجيب العبايات اللي شفتوها دي وبتخرج بيها عادي جدا. وفي عبايات بيتي تبدأ من 200 جنيه، وفي يبدأ من 150 جنيه. وعلى حسب إمكانياتك برضو، كل حاجة على حسب خامتها. ومرة تاني بإذن الله هنزل لكم سوق توشكا مخصوص، يعني عشان اوريكم برضو الحاجات الموجودة فيه، واوريكم ان انا بقول لكم زي العتبة والمسك والكلام ده كله، يعني كلامي في محله. مرة تانية هوديكم هناك، بس عشان انا كنت جاية متجهة، يعني هي حلوان كبيرة قوي. يعني الشارع ده من عندي محطة المترو، يعني عشان اخش الشارع ده يعني مسافة. بفرجكم على حاجات محتاجة حاجة مخصوص انا جاية عشان خاطرها ان انا هشتريها من هنا. بالنسبة لسوق توشكا بقى ده، بننزل محطة المترو وبندخل جهة اليمين، لأن هي محطة المترو ده يعتبر عندنا في آخر حاجة في حلوان. يعني أنا بنزل حلوان، بطلع أدخل على إيدي اليمين. أدخل يمين في يمين، أفضل بقى ماشية شوية بقى كتار حلوين كده عشان أوصل سوق توشكا. ولكن أنا قبل ما أوصل سوق توشكا، من أول ما بدخل يمين كده في يمين حاجات كتيرة جميلة برضه. يعني ما يخص الشباب، يعني عندكم لبس شباب بسم الله ما شاء الله، يعني رجالي حاجات زي الفل. وفي حاجات جملة كتير. بتمشى شوية كده، مش عارفة اقول لكم بقى كم، يعني كم متر والكلام ده كله. بس يعني بمشي بتاعي ايه
10 دقايق على ما اوصل للسوق نفسه. بعد كده بقى بالاقي يعني هيلمان زي ما بيقولوا، بالاقي حاجات بسم الله ما شاء الله. في ناس كتير فرشة بقى على الارض هناك. برضو خلي بالكوا حاجتها حلوة، بس يعني ايه نركز، مش اي حد اروح كده ايه واشتري منه على الارض، لان برضو بتبقى في ناس رافعة الاسعار، في ناس جايبة خامات مش قد كده. المهم يعني ايه الواحد بياخد باله طبعا ان انت بتشتري حاجة من الشارع دي مش في محل، بتبقى صعبة شوية. بنركز بقى ايه على المكان والكلام ده كله. انا هنا دخلت طبعا، قلت اجيب لهم بقى ايه سمك، مع انهم عاملين مقاطعة عن السمك، انا ما عنديش حد بياكله اصلا. يعني اخره اللي بياكل عندي 2 أو 3 بس في السمك. الباقي عامل مقاطعة منه لنفسه كده، مش حابب السمك. برضو يعني كنت رايحة يعتبر في نص اليوم يعني، مش شايفة قوي في إقبال والكلام ده كله. ممكن يكون عشان هو أرخص حاجة السمك البلطي خلص، مش عارفة. المهم كان عنده تشكيلة أسماك زي ما انتم شايفين كده، بسم الله ما شاء الله على شكلهم وعلى سعرهم، طبعا أسعار فالله المستعان. المهم برضو يعني كل حاجة، يعني حرام نقول السمك لوحده، وكل حاجة ضاربة في العالي، مش عارفين رايحين فين تاني، الله المستعان. هنا طبعا لو انتوا عايزين تشتروا السمك وتشووه هناك برضو في المحل، بصوا كل حاجة متاحة ما شاء الله. احنا المحل ده بنتعامل معاه من زمان، عشان متقوليش يا قمر انت بتعملي اعلان والكلام ده كله. والله كان في التصوير باين اسم المحل وكده، انا شلتها والله في المونتاج، عشان ما تقولش ان قمر بتعمل دعاية للمحل ده. بس بجد هم عالم كويسة وناس محترمة هنا بجد والله، ونظافة ما شاء الله زي ما انتم شايفين كده، في التنظيف في كل حاجة، حتى في الشوي. حتى رحت صورت عندهم في الشوي، عمال يقول لي يا ماما ممنوع، قلت له لا عادي، احنا ما عندناش حاجة ممنوع، احنا حاجة حطينا كده قدام الناس. المهم ليكوا جولة طبعا معايا في سوق توشكا، يعني عشان نشوف برضو الأسعار. يمكن هنا ما فيش حد كان منزل حاجات تخص المدارس كده، خلاص احنا خدنا حاجتنا بقى وهنمشي من هنا. فيش حد منزل حاجات المدارس كتير، ولكن الله المستعان، وهيبقى في إقبال بإذن الله. ربنا يصلح حال الناس بجد والله، الناس تعبانة يعني، الله المستعان. لكم جولة معايا في سوق توشكا، ولو وصلتوا معايا هنا بقى صلوا على سيدنا النبي، متنسونيش في كومنت حلو ولايك منكم يا احلى اخوات، ربي يسعد قلبكم. اشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلكم الفيديو الجاي باذن الله، يكون برضو جولة عشان خاطر لبس المدارس. اخواتي وحبايبي صلوا على سيدنا النبي. وكمان ما تنسونيش في الدعم، وتشوفوا بقية الفيديوهات بإذن الله هتعجبكم إن شاء الله. وأقول لكم استودعكم الله، وأقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.